السلام عليكم وأسعد الله مساكم وجعل حاضركم جميل ومستقبلكم أجمل بإذن الله. تكلمنا في سناب أمس عن الإيطاليين وارتباطهم بالعرافين، وكان هدفي أبين للي يتلذذون بجلد الذات وأبين للي يتجنون على العرب بأنهم شعب متخلف مرتبط بالشعوذة والسحر والعرافة. حبيت أبين لهم أن العالم كله متى ما ضعف إيمانه راح يتوجه تلقائيا للعرافة والشعوذة مهما تعلم وتحضر. اليوم تعالوا معاي نشوف الصينيين وعجائبهم. التنجيم عند الصينيين مو مرتبط بالأشهر زي باقي العالم، لكنه مرتبط بالسنين. فمو من اهتماماتهم هذا حوت وهذا جدي وهذا عذرة، اهتماماتهم هذا نمر، هذا ثعبان، هذا تنين. الصينيين عندهم دورة تتكرر كل 12 سنة، وكل سنة من هذه السنوات 12 مرموز لها بحيوان من الحيوانات. وتتكرر الدورة دواليك كل 12 سنة. وعلى فكرة احنا هالسنة بسنة القرد، الله لا يبلانا ولا إياكم. ويفضلون الصينيين ينجبون أطفالهم في سنة التنين، ويحاولون قدر الإمكان تجنب سنة النمر. ويفضلون الإنجاب في سنة التنين لأن مواليده يتصفون بالسيادة والقيادة والحظ والنجاح والمهابة والسلطة. ويتجنبون سنة النمر لأن مولودها يتصف بأنه عنيد وعصبي ومطفوق وخوان. تعالوا شوفوا معي بعض الإحصاءات. الغريب أن بعض النساء يطلبون عملية قيصرية إذا الفارق عدة أيام بين السنة اللي تفضلها والسنة اللي ما تفضلها. والمستشفيات تحسب حساب السنة ورمزها في التخطيط لمواردها واحتياجاتها لقسم الولادة. ما أطول عليكم، كل اللي حبيت أقوله أن الروحانيات أمر في غاية الأهمية لحياة الإنسان، فإذا ما أشبعناها بإيمان صادق وعقيدة سليمة راح تشبع نفسها بأوهام وعرافين. طاب يومكم.